السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض القرص الفلاحي الطرية بريحة وطعم زمان. أول حاجة معايا 2 كيلو من الدقيق بتاعنا يكون نوعيته كويسة وتكوني نخلاه قبل ما تستخدميه. 2 كيلو من الدقيق، عليهم كيلو من اللبن، واللبن برضو يكون كامل الدسم. عليهم كمان 4 معالق كبار هرمية من السكر الحبيبات. عليهم نص كيلو من السمنة، حابة تستخدمي ربع زيت وربع سمنة مفيش مشاكل. عليهم كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقتين 2 كبار من الخميرة الفورية، معايا ذرة ملح. دي كده مقادير 2 كيلو. حابة بقى تعملي مقادير كيلو هقولك عليها. يبقى كيلو دقيق، عليه نص كيلو من اللبن، عليهم معلقتين 2 كبار هرمية من السكر، عليهم كمان ربع كيلو من السمنة، عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، عليهم ذرة ملح. دي مقادير كيلو. تمام. بعد كده هنجيب حلة فاضية وهنزل بالسمنة بتاعتنا واحطها على النار لحد ما تفك معانا خالص. زي ما قلتلكم دول نص كيلو من السمنة. حابة تحطي بقى ربع زيت وربع سمنة مفيش مشاكل، المهم تدفيهم وتخليهم يفكوا خالص. بعد كده هنجيب كوباية كده من اللبن اللي احنا هنستخدمه، وهنزل بمعلقتين 2 سكر فيه، وهنزل كمان بمعلقتين 2 كبار من الخميرة الفورية، وهقلب الخميرة مع السكر مع اللبن كده لحد ما تفور معانا. ده طبعا اختبار للخميرة، بيبينلك اذا كانت نوعية الخميرة حلوة ولا وحشة. هتعرفيها ازاي؟ لما تحسي ان الخميرة بتاعتك فارت وعملت رغاوي فوق، اعرفي على طول ان الخميرة دي نوعيتها كويسة وهجيب نتيجة معاكي. كده تمام. بعد ما قلبتها تقليبة كويسة هركنها بقى على جنب، وهنجيب الدقيق بتاعنا. هنزل بذرة ملح صغيرة ما بين صوابعك، وهنزل كمان بالبيكنج باودر زي ما قلتلكوا، بيكنج باودر معلقة كبيرة. تمام. هقلب بقى الملح مع البيكنج باودر على الدقيق تقليبة كويسة. هنجيب بقى السكر بتاعنا، بقية السكر اللي احنا خدنا منه معلقة للخميرة، هنجيب بقية السكر كده وننزل بيه على الدقيق برضو ونقلبه تقليبة كويسة. بعد كده ما قلبناه تقليبة كويسة هنجيب بقى السمنة بتاعتنا بعد ما فكت معانا. وزي ما قلتلكوا انا مش عايزة السمنة بتاعتنا تقدح، انا عايزة السمنة بتاعتنا بس تفك، او سمنة على زيت زي ما انتوا عايزين. كده نزلنا بالسمنة بتاعتنا على الدقيق، هقلبها بقى تقليبة كويسة. هنقلبها بس لحد ما الدقيق يشرب السمنة بتاعتنا. كده تمام. هنستخدم بقى ايدينا في الخطوة اللي جاية دي، لان الخطوة ديت اهم خطوة في القرص. هتجيبي بقى العجينة كده شوية بشوية وتبسي العجينة، تفركيها ما بين ايديكي كده لحد ما تبقى عاملة زي حبيبات الرمل كلها. حاولي بقى تشربي الدقيق من السمنة اللي انتي حطيتيها. الخطوة دي بقى خطوة مهمة قوي بالنسبة للقرص، هي دي الخطوة المهمة في القرص. يعني حاولي بقى ما تستعجليش فيها، شوية بشوية كده لحد ما العجينة كلها او الدقيق كله يشرب من السمنة اللي احنا حطيناها. كل ما تبسي كل ما القرص هتبقى طرية معاكي وهشة من قلبيها. اهو شايفين؟ تاخدي بقى من تحت لفوق ومن فوق لتحت، ما تخليش جزء فيه الا ما تبسيه او تفركيه بايديكي. اهو شايفين من فوق لتحت. كده تمام لحد ما بقت حبيبات رملية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنيجي بقى للخطوة اللي جاية. هنجيب بقى الخميرة بتاعتنا. شايفين الخميرة بقى ما شاء الله عملت ازاي، فارت ازاي وعملت رغاوي؟ شايفين شكلها؟ اول ما تعمل كده اعرفي على طول ان نوعية الخميرة دي حلوة قوي وهتجيب نتيجة معاكي. تخلي بقى العجينة تخمر معاكي على طول. لكن في خميرة بقى ما تفرش معاكي مهما تعملي عمرها ما هتجيب نتيجة. فدي الخطوة دي مهمة قوي قوي كمان للناس اللي لسه بادئة في الحاجات دي، اللي لسه مبتدئة. اعرفي بقى نوعية الخميرة من حاجة زي كده. اول ما تلاقي الخميرة بتاعتك فارت كده اعرفي على طول انها نوعيتها كويسة. هنجيب بقى اللبن كده وننزل شوية بشوية ونقلبه كده بايدينا. عايزه اقول لكم ما شاء الله الدقيق بتاعي نوعيته حلوة قوي. ده الدقيق الحلو معاكي تلاقيه يمتص معاكي السمنة
ويمتص اي سوائل تحطيها. اما الدقيق اللي نوعيته وحشه تيجي تحط السمنه عليه تلاقيه طارد السمنه لبره كده، ويبقى عامل معاكي زي العجينه ما تشربش السمنه ولا زيت، تلاقي السمنه ناطره بعيده عن الزيت خالص. وما شاء الله الدقيق بتاعنا نوعيته كويسه بيشرب اي سوائل بحطها. اهو شايفين، بحط بقى شويه بشويه كده، وبتقلبي بقى من فوق لتحت كده، بتحاولي بقى تشربي العجينه من السوائل اللي انت بتحطها لها. قلبي بقى تقليبه كويسه. لو عندك بقى العجان، طبعا انا عندي العجان بس انا بستخدم بايديا كده عشان برضو الناس اللي ما عندهاش عجان. اهو شايفين ما شاء الله احتاجت معايا لبن تاني حطيت لها. يعني انا كنت حاطه معاكم في المقادير المج ده كله لبن، بس هو المج ده هو الكيلو الا شويه، انا حطه طبعا حوالي ربع كيلو بره كده في كوبايه جنبي. يعني المقادير كلها كيلو من اللبن. اكتب لكم برضو المقادير في صندوق الوصف. يبقى الاتنين كيلو من الدقيق اخدوا معايا كيلو من اللبن. شايفين، احط واشرب العجينه بسم الله ما شاء الله بتشرب معايا، والعجينه بسم الله ما شاء الله بتمل زي الملبن معايا. تنكي بقى عجيني فيها كده لحد ما تلم معاكي خالص. ومش عايزينها عجينه ناشفه، احنا عايزينها بتكون بتلزق شويه في ايديكي. عجينه القرص بتبقى طريه. اهو شايفين بسم الله ما شاء الله طريه خالص زي الملبن. وعجيني فيها بقى زي ما انت عايزه، بتحتاج عجن كتير، عجيني فيها عشان تطلع معاكي حلوه. كده عجنتها لمده 10 دقايق. نجيب على الخطوه الاختياري. في الاخر بقى عندك معلقتين كده قشطه، حطهم كده على وش العجينه، وحاولي بقى تشربي العجينه. القشطه دي اللي هي وش اللبن، خديها كده حطها على العجينه، وحاولي بقى تشربي العجينه بمعلقتين القشطه دولت، وشم ريحه العجين بقى. يا سلام بقى لما تيجي تسويها كمان، الريحه بتاعتها هتقلب الدنيا، هتجيب اخر الشارع. والله شويه قرص زي العسل هيستاهلوا بقكم. يا ريت بقى لو وصلتوا هنا لحد الفيديو، يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه. شايفين العجينه بسم الله ما شاء الله عملت ازاي كمان بعد ما حطيت لها معلقتين القشطه؟ عايزه اقول لكم الريحه بتاعتها تحفه. كده تمام. بعد ما لمينا العجينه انا ما استعجلتش ابدا في العجن بتاعها، لان دي طبعا مرحله مهمه قوي لازم تعجني فيها لحد ما تبقى طريه وملبن معاكي. هجيب بقى كيس التلاجة كده قسمتها 2 وحطيتها على الوش، وهتجيبي بقى اي فوطه ولا اي حاجه تقيله عندك تدفي العجينه، لان طبعا احنا في الشتاء هتحتاج منك حوالي ساعه كده بتخمر فيها. لو في الصيف هتحتاج منك نص ساعه. حطينا فوطه كده ونحطها بقى في مكان دافي، ممكن تدفي الفرن وتحطي فيها كده. خلاص ركنتها كده في مكان دافي لحد ما خمرت معايا بسم الله ما شاء الله. شايفين العجينه عامله ازاي زي الملبن. هتلمي بقى العجينه كده وتطلعي الهواء الزايد اللي فيها، واقول لكم بقى هنشكلها ونعملها قرص ازاي، وفي ثواني تكوني مخلصه بقى ال2 كيلو دولت. والله ما خدوش مني بتاع 10 دقايق كده. العجينه بتاعتي بقى نطلع الهواء اللي فيها ونلمها كده زي ما انتوا شايفينها. هناخد بقى العجينه بتاعتنا ديت، وهقسم العجينه بتاعتنا ديت على 4 كور. طريقه بقى سهله جدا جدا، بدل ما تقعدي بقى تقطعي واحده واحده هقولك بقى تعمليها ازاي وتخلصي اكبر كميه. الناس كمان اللي هي بتشتغل في الحاجات دي هتخلصيها في ثانيه. اهو كورت ال4 كور كده بالشكل ده كده. طبعا كل ما بتكوري كوره بتحطها في الصينيه من غير اي حاجه خالص، من غير دقيق ومن غير الحاجات دي خالص. هي بتكوريها معاكي كده مش هتلزق ولا اي حاجه، عشان هو طبعا داخلها سمنه فعمرها ما هتلزق معاكي. شايفين ما شاء الله العجينه ملمسها حلوه قوي قوي في ايديا. ما شاء الله كده لميت كل العجينه كده. قبل بقى ما نبدأ فيها زي ما انتوا شايفين كده هغطيها واسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة. برضو الخطوات دي مهمة اوي. هسيبها ترتاح ربع ساعة كده وهرجع بقى ايه نشكلها. كده سيبتها لحد ما ارتاحت ربع ساعة، وشايفين ما شاء الله بتتفرد معايا بكل سهولة.
هقولكوا بقى نعمل ايه بقى. كده تفردها بايديكي بس، حاجة بسيطة خالص، او مش لازم بايديكي، ممكن تجيبي بالنشابة على طول. انا هجيب بقى النشابة بتاعتي وهفردها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، بدل بقى ما تقطعي كرة كرة صغيرة كده وتفردي، دي هتتعبك قوي. لا انا قطعتها كده، ال2 كيلو عملتهم 4 كور كبار، وخدت كل كورة هفردها بقى بالشكل ده. والله طريقتها اسهل بكتير، وطالعة ما شاء الله كلها حجم واحد اهو، شايفين؟ مش سايباها رفيعة قوي ولا تخينة قوي. هوريكوا السمك بتاعها. ودي القطاعة بتاعتنا، ما عندكيش القطاعة ديت، بكوباية فاضية، كوباية من اللي بتشربي بيها الشاي. شايفين؟ طريقة سهلة قوي، وطالعة ما شاء الله كلها حجم واحد. هقولكوا بقى حجم القرصة. بتشيلي بقى العجينة الزايدة ديت برضو وتلميها وتسيبيها في الاخر خالص، بتعمليها تكون برضو ايه، يعني العجينة ارتاحت شوية. هتجيبي بقى الصاج بتاعك. شايفين ما شاء الله حجم القرصة بتاعتنا عاملة ازاي؟ لو حسيتي بقى انها تخينة قوي قوي، انتي انا برضو تظبطيها بايديكي. بس ما شاء الله الطريقة دي سهلة جدا جدا، ومطلعة القرص كلها حجم واحد وشكلها حلو. شايفين حجم القرصة عامل ازاي؟ دي الكرة التانية برضو تفرديها برضو كده بايديكي شوية، برضو بالنشابة بتفردي العجينة. بسم الله ما شاء الله سلسة خالص في ايديا وحلوة. افردي بقى انت بايديكي، وانت بتفردي كده بتحسي الحتة اللي هي التخينة والحتة الرفيعة. حاولي بس تخليها كلها سمك واحد، بس ما تحاوليش ترققيها قوي، يعني حاولي تخليها حوالي نص سنتي كده، عشان لسه كمان هتخمر معاكي وهتنفش معاكي. كده تمام. برضو بتعمليها بايديكي كده، بايديكي برضو بتشوفي الحته التخينه والحته الرفيعه. الحته التخينه بتحاولي برضو تفرديها بايديكي. جيبي القطاعه برضو بتقطعها بالشكل ده، بتتقطع معاكي في كل سهوله. وكده بسم الله ما شاء الله خلصت الكميه اللي معايا. عايزه اقولكوا والله ما كملت حوالي 10 دقايق، ربع ساعه بالكتير قوي كنت مخلصاهم. لو هتعملي واحده واحده كده بقى بتتعبك. الطريقه دي سهله قوي قوي. شايفين ما شاء الله القرص كلها طالعه حجم واحد، وسمكها حلو قوي بسم الله ما شاء الله. قبل ما بخبزها بقى بسيبها لمدة ساعة تخمر كده، وبعد كده بسويها في الفرن. بسخن الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200، وبحط بقى الصاج بتاعنا في نص الفرن كده في الرف الوسطاني، بولع لها من فوق ومن تحت، عشان أنا الفرن بتاعي فرن كهرباء. لو فرن غاز بتولعي من تحت بس، لو ما احمرتش معاكي بتولعي لها الشواية. بتاخد حوالي 10 دقايق في الفرن. وطلعت بقى بالشكل الجميل ده بسم الله ما شاء الله. شايفين القعر بتاعها عامل ازاي؟ واخده اللون الذهبي الجميل ومستويه، وعايزه اقول لكم والله ريحتها حلوه قوي. وشايفين ما شاء الله حجم واحد كلها، طريقتها حلوه قوي. يلا بقى جربوا الطريقه ديت وان شاء الله تعجبكم. يا رب يكون عجبكم الفيديو النهارده. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب، وشوفوا كده القناه لو عجبتكم اشتركوا فيها وفعلوا الجرس على كلمه الكل، عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. بعد كده حطيتها بقى في اكياس، وحطيتها بقى في الفريزر، كل ما عاوز بطلع منها. وقبل ما تكيسيها في الاكياس زي ما انتوا شايفينها كده، الاول بتسيبيها تبرد معاكي خالص. تسيبيها تبرد من السخونه، مينفعش تكيسيها وهي سخنه عشان ما تعفنش معاكي. الاول بتسيبيها لحد ما تبرد وتكيسيها. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.